اهلا وسهلا بكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ ايه اخباركم؟ خلاص يا شباب، خلصنا كونسبت 1. تعالوا بقى نبدأ يا شباب في كونسبت 2. تمام؟ شايفين الدولفين؟ بيكتشر جميلة قوي. ادي ليسون 1. يلا يا شباب، بصوا يا شباب، عندنا كده من اولها في هيومن، في اول اللي البومة، وفي الدوج، وفي حاجة جديدة يا مستر اسمها ايه؟ ايجيبشن مانجوز. ايجيبشن مانجوز. اوكي، خلي بالكم. يبقى انا عندي في بيكتشر قدامكم اهي: هيومن، اول، دوج، ايجيبشن، مانجو. بصوا يا شباب، لو انتوا لاحظتوا في البيكتشرز اللي قدامكم دي كلها ايه، هتلاقوا ان في living organisms receive stimuli from their surrounding environment. يعني ايه؟ يعني كل living organisms اللي قدامكم دول يا شباب هتبدأ تستقبل information من surrounding environment. زي ايه؟ مثلا feeling hungry، جعانين، بيحسوا احساس الجوع، هيعملوا ايه؟ thirsty، عطشانين. running away from enemies، هيجروا من اعدائهم يا شباب، او من predator. او في cold. يا ترى يا شباب how they are responding to them، يا ترى هيتصرفوا يعملوا ايه؟ انا عندي human، عندي all، عندي dog، عندي Egyptian mangoes. طيب تعالوا كده بالراحة ونبدأ، وما تقلقوش قوي من الليسون ده، الليسون ده جميل جدا. بصوا، إن الهيومن يا شباب can listen to music through the organ of hearing. صح؟ which is ايه؟ ears. يعني ايه؟ يعني يبدأ يا شباب احنا بنسمع ازاي يا شباب اي ميوزك، او بنسمع بعض ازاي؟ عن طريق ان في organ بتاع الهيرنج، العضو اللي هو بتاع السمع ده يا مستر، اللي هو اسمه ايه؟ ears. ears، الودان بتاعتها. تمام؟ تمام يا شباب. وادينا حاطط لكم اهو الترجمة يا شباب. تمام. نكمل بقى. عندي الليفينج اورجانيزمز التاني يا شباب اللي هو owls have extraordinary sense of hearing and sight. في بقى يا شباب الاولز دي اللي هي البومة، عندها يا شباب extraordinary، حاجة فوق العادة في حاجتين. عندها يا شباب الهيرنج والسايت عالي جدا جدا جدا. سايت يعني الرؤية اللي انا بشوف بيها يعني. تمام. فهي عندها تو سنسز دول يا شباب، الحواس دي رهيبة جدا وشارب جدا، فبنقول عليها ايه؟ اكسترا اوردينري. اكسترا اوردينري يعني يا شباب عندها حاسة فوق العادة، اللي هي بتاعت ايه؟ اسمها ايه؟ hearing and sight. hearing and sight. طب ليه يا مستر عندها الحاجتين دول؟ to be able to find their prey in the dark، عشان تقدر يا شباب تلاقي الفريسة بتاعتها فين؟ في الضلمة. يبقى أنا عندي الهيومنز بيبدأ يستخدم يا شباب مين؟ ear عشان يعمل hearing، والأولز عندها have extraordinary sense of hearing and sight. عندها حاستين مش طبيعيين يا شباب، حاجة عالية قوي، اللي هي السمع والبصر يا شباب. بنقول عليهم ايه؟ hearing and sight. hearing and sight. ليه يا شباب؟ to be find their prey in the dark. اوكي؟ طيب بص الواد ده فرحان جدا. يلا بينا نكمل. بص يا شباب، طب الدوج. الدوجز بقى عندها يا شباب حاجة برضو مهمة قوي، عندها sharp senses of hearing and smell. sharp sense of hearing and smell. عندها حاستين عالية جدا جدا يا شباب، اللي هي الهيرنج انها تسمع كويس قوي، الحاجة التانية السميل، الريحة بتاعتها يا شباب. عشان كده بنستخدمها في ايه؟ used in gardening. عارفين يا شباب الجاردنينج؟ ان انت تبقى حارس كده، تحط الكلاب يا شباب كده تحرسك. اهو نفس الفكرة دي. ليه؟ عشان عندها very sharp sense of hearing and smell. sense of hearing and smell. اوكي؟ طيب نكمل. الايجيبشن مانجوز بقى يا شباب بيعمل حاجة مهمة جدا: make sound. make sounds، بيعمل أصوات that separate information to another mangoes to move from one place to another or when searching for the food or when searching for food. يعني ايه؟ بص يا شباب، دول اولا ايجيبشن مانجوز ده النمس المصري يعني، اللي انت شفتوا البيكتشر بتاعته في اول سلايد. هي الفكره كلها اللي بتعمل ايه؟ قالك ميك ذا ساوند، بتعمل اصوات يا شباب. ليه؟ سيبريت انفورميشن، علشان يا شباب تنشر المعلومات الى مين؟ الى النيبرز الباقيين يا شباب، اللي هو ايه؟ اذر مانجوز. اذر مانجوز. طيب الاصوات دي بتعمل ايه يا شباب؟ تو موف
عشان تتحرك from one place to another، عشان تمشي من مكان لمكان. or when searching for food. when searching for food يعني عشان تدور على الأكل يا شباب. أوكي تمام. نكمل. بص يا شباب، من كل اللي احنا قلناه اللي فات ده يا شباب، نفهم ايه بقى؟ أول حاجة إن الأنيمالز have senses like human، يعني الأنيمال عندها نفس الحواس بتاعتنا يا شباب. some animal عندها ايه؟ sharper sense of hearing or sight، يعني في animal أو حيوانات عندها يا شباب حاجات بزيادة شوية، بنقول عليها ايه؟ sharp sense. ممكن تبقى الهيرنج، ممكن يا شباب تبقى السايت، يعني الهيرنج اللي هي السمع، ممكن السايت اللي هي البصر انها بتشوف كويس جدا. or their strength lies in some other sense. وفي حاجات تانية يا شباب ممكن تبقى عندها very strong. تمام. ليه يا شباب؟ كل ده to communicate with each other، عشان تبدأ يا شباب تعمل ايه؟ تقدر تتواصل مع ايه؟ مع بعض، فيعملوا sound، او ممكن الشباب يعملوا movement so they are able to adapt their surrounding environment and can survive. عشان يقدروا يا شباب يعملوا ايه؟ يعملوا adaptation. تاني يا مستر adaptation. تمام تاني لازم يا شباب. فالانيمال عندها يا شباب ايه؟ sense like الهيومن. السنسز دي بتبقى ازيد شويه ببعض الانيمالز. عندها مثلا الهيرنج عالي شويه، عندها السايت عالي شويه. وكل ده يا شباب ليه بقى؟ اهم حاجه بصوا to communicate with each other، عشان تقدر تتواصل مع مين؟ مع بعض، يقدروا يتكلموا بعض، يفهموا بعض. طيب الكوميونيكيشن يا شباب بيكون عن طريق ايه؟ ممكن عن طريق الساوند or movement او الحركات. طب هم بيعملوا ليه كده يا مستر؟ to they so that they are able to adapt to their surrounding environment and can survive. عشان يقدروا يعملوا adaptation مع مين يا شباب؟ surrounding environment، وبالتالي يقدروا يعملوا ايه؟ survive، يقدروا يعيشوا. تمام. بص الولد ده عمال يضحك او مبسوط او الولد ده. تمام. بصوا يا شباب، طيب احنا بقى في الكونسبت 2 هندرس ايه بقى يا شباب؟ بصوا، اول حاجه الدولفين سوبر سينسز. الدولفين والحواس اللي بتاعته الزياده قوي يا شباب. سوبر سينس اوف سام انيمال، هنمشي كمان وناخد كمان بعض الانيمال والسوبر سينسز بتاعتها. الحاجه الثانيه how the five sense work، ازاي يا شباب ان الفايف سينسز دي works مع بعض. طيب وكمان الاخير يا شباب النيرفس سيستم and how it works، وازاي ان السيستم عندنا سيستم جديد هنبدا ناخده اسمه يا شباب nervous system. nervous system and how it works، ويشتغل ازاي يا شباب. تمام. يلا بينا وخلينا مبسوطين مع الولد ده. اول حاجه يا شباب هنبدا نتكلم على الدولفين سوبر سينسز. دولفين سوبر سينس. بصوا يا شباب ان الهيرنج is the one of the most important sense for us. يعني الشباب حاسة السمع دي يا شباب مهمة جدا لكل الناس يا شباب، للهيومن، للانيمالز. تمام. فهي very important، فبنقول عليها ايه؟ most important senses for all of us، مهمة لينا كلنا يا شباب. تمام. طيب بص بقى يقول لك ايه؟ ان our sense of hearing to allow us to gather the information about the world around us. ممكن بدل كلمة gather دي يا شباب ممكن تجيبها collect، تجمع information. فبنقول لك ايه؟ ان ال our sense of hearing يعني حاسة السمع دي يا شباب مهمة جدا لينا. ايه بقى؟ ان انا بقدر عن طريقها اعمل ايه؟ collect information about the world around us. اقدر اجمع الانفورميشن من العالم اللي حواليا يا شباب، وعن العالم كمان اللي حواليا. تمام. طيب بص بقى ونركز يا شباب، هنبدأ نبص على جراف مهم قوي 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 يا شباب، ونبدأ نسأل شوية أسئلة بقى. هنا do the living organisms in the graph have similar hearing senses؟ يعني يا ترى كل living organisms اللي أنا هقول عليها في الجراف ده similar متشابهة في الهيرنج يا مستر؟ عندها حاسة السمع دي متشابهة زينا كده، يعني كله زي بعضه؟ yes or no؟ بصوا الجراف، ركزوا بقى معايا. بصوا يا شباب، خلي بالكم من الكالرز. الهيومن الكالر بتاعه يا شباب ايه؟ بلو، والدوج ريد، والدولفين جرين. بصوا السترينث اوف هيرنج، بصوا
بصوا الهيومن قد ايه يا شباب؟ 20 صح؟ بصوا الدوج تقريبا 50. بص بقى الدولفين يا شباب ايه؟ 160. ايه ده الدولفين لقيناه ايه؟ كبير قوي يا شباب. يعني السنس بتاعت الهيرنج بتاعته عامله ايه؟ فيري سترونج. بص قد ايه؟ 160. يبقى يا ترى بقى كل الليفينج اورجانيزمز similar hearing senses؟ يعني كل الليفينج اورجانيزمز حاسه السمع بتاعتها زي بعض؟ هل قد بعض؟ انا عندي الدولفين اهو، بصوا قد ايه يا شباب؟ عالي جدا، 160. طب الدوج تقريبا approximately 50. تمام، والدولفين عالي. طب والهيومن بص قد ايه؟ بص احنا غلابه قوي يا ولاد، 20. ايه ده؟ يعني يا مستر ان في انيمالز عندها يا مستر الهيرنج فيري سترونج، عاليه جدا جدا وقويه جدا. تمام. ايه اللي بيحصل بقى يا شباب؟ بصوا يا شباب، الدولفين هاف سوبر سنسز ذات هيلب ذم. يعني الدولفين عنده سوبر سنسز، يعني حواس خارقه بتساعده في ايه يا شباب؟ ركزوا بقى. اول حاجه سيرش فور فود. سيرش فور فود بيدور على الاكل. تمام. سرفايف عشان يقدر يعيش. بروتكت themselves اندر ووتر، كمان عشان يقدروا يحموا نفسهم يا شباب مين؟ اندر ووتر. تمام. يبقى انا عندي الدولفين عنده سوبر سنسز يا شباب. ليه؟ سيرش فور فود، سرفايف، بروتكت themselves اندر ووتر، عشان يقدر يحافظوا على نفسهم فين او يحموا نفسهم فين؟ اندر ووتر يا شباب. عشان كده حاجه مهمه قوي، الموست شارب سنس ايه بقى يا شباب؟ that الدولفين have is the sense of hearing. حاسة السمع يا شباب عنده sharp، حادة جدا، وبالتالي يا شباب since they can hear all sound tones، يقدر يسمع كل نغمات الصوت يا شباب كلها. إذا كانت بقى يا مستر هاي، إذا كانت لو، يقدر يسمع الساوند تونز يا شباب. اوكي. يبقى انا عندي الدولفين هاف سوبر سنس that help them search the food او search for food, survive, protect themselves underwater. تمام. طب ايه هي بقى يا شباب السوبر سنس عنده؟ الهيرنج، sense of hearing. اوكي. ماشي. يلا يا شباب. How can you dolphin locate organisms and other things underwater؟ ازاي الدولفين يا شباب يقدر يحدد الليفينج اورجانيزمز، الكائنات الحيه والحاجات اللي تحت الووتر؟ بص بقى وركزوا معايا بقى يا شباب. اول حاجه يا شباب ان الدولفين use a property known as echolocation. echolocation يا شباب دي معناها ان يقدر يحدد المكان بصدى الصوت that depend on echo to detect the location of the other living organisms and objects in the water. يعني الدولفين يا شباب عنده خاصية مهمة جدا اسمها echolocation. echolocation أي قسمها echo ولوكيشن، دي اللي هي تحديد الموقع بالصدى الصوت. ودي يا شباب depend on على الايكو شباب. حاجة اسمها الايكو اللي هو الصدى الصوت، اللي انت ممكن تبقى قاعد كده في اوضه فاضيه ولا حاجه فتتكلم فتحس ان صوتك بيرجع لك تاني او بتسمعه تاني. ده يا شباب اسمه الايكو وهنتكلم عنه دلوقتي. تمام. to detect the location of the other living organisms and the object in the water، عشان يقدر يشوف يا شباب مكان الليفينج organisms and the object in the water، ويقدر يحدد الاماكن بتاعتهم. وكمان يا شباب كل ده فين؟ in the water. تمام. ايه هو بقى الايكو يا شباب؟ الديفينيشن. بص يا شباب، الايكو الديفينيشن ده، واحنا بقى بايه نفهم يعني ايه ديفينيشن، وممكن يجي لي في لعبه عروستي اللي هو الرايت ساينتفك تيرم. تمام. بيقول لك ايه بقى الايكو يا شباب؟ قال لك it is reflection. reflection يعني انعكاس، بنسميها bouncing off. bouncing off of sound wave back from solid surface to its source. تاني، الايكو ديفينيشن بتاعه يا شباب it is reflection، وكلمة reflection ممكن اقول عليها ايه؟ bouncing off sound wave back from a solid surface to its source. تمام. يعني ايه يا شباب؟ يعني من الاخر كده ان الصوت هيخرج يا مستر من السورس، يخبط في حاجة ويرجع تاني يا شباب، فبنسميها ايه؟ ايكو. بنسميها ايه؟ ايكو.
أو it is the reflection أو bouncing of sound waves back from a solid surface to its source. إن الصوت يا شباب يخبط في حاجة ويرجع تاني reflection of sound، فبنسميها يا شباب echo. تمام؟ طيب بص بقى، تعال نشوف الدولفين يا شباب use الإيكولوكيشن property ازاي. let يا شباب let us to see how الدولفين use echolocation property. بص بقى، أول حاجة يا شباب إن sound produced by dolphin travel in the form of wave called sound wave. يعني إيه يا مستر الكلام ده؟ إن الدولفين يا شباب بيخرج sound صوت، والساوند ده يا شباب يمشي في الووتر بس في صورة إيه يا شباب؟ ويف موجات، وبنسميها إيه يا شباب؟ ساوند ويف. ساوند ويف بنسميها ساوند ويف يا ولاد، بنسميها ايه؟ ساوند ويف. يبقى اول حاجه ان الدولفين يروح مخرج الساوند، والساوند ده موف ان ذا ووتر. طب في شكل ايه؟ ويفز موجات، بنسميها ايه؟ ساوند ويف. كول ساوند ويف. نمبر 2 this wave travel through the water. يعني يا شباب الويفز دي تبدأ تتحرك في المية. when they hit object they bounce back to the dolphin in the form of echo. يعني ايه؟ لما الدولفين يخرج الساوند ويف يخبط في اي اوبجكت ويبدأ يحصل له return back، يرجع تاني يا شباب للدولفين في صورة ايه؟ ايكو. تمام؟ اول ما يرجع الايكو يا شباب للدولفين، يبدأ الدولفين locate their prey، يبدأ يحدد البريز بتاعته دي موجودة فين، في أنهي حتة. تمام؟ سهلة؟ تاني، يبقى أول خطوة يا شباب إن الدولفين بريديوس الساوند، والساوند in form sound wave موجات صوتية. نمبر 2 الويفز دي travel through the water تمشي في المية. when they hit objects they bounces back to the dolphin in form of echo. لما تخبط في اي اوبجكت ترجع له تاني، بس ترجع في صورة ايه؟ ايكو. اول ما ترجع له يبدأ الدولفين locate their prey، يحدد الفريسة بتاعته. بص المنظر اهو، اهو ادي الدولفين يعمل ايه؟ produce sound wave اهو، اللي هو لونه يا شباب ايه؟ اللي لونها ايه؟ يلو اهي، في صورة ايه؟ sound wave. sound wave تخبط في الايه؟ البري الفيش، يحصل لها ايه؟ ريتيرن باك، ترجع له تاني يا شباب اللي هي بلون الريد. فهو يبدأ يعمل ايه؟ يكتشف ويعرف اللوكيشن بتاع مين؟ ذير بري، ويعرف اماكن مين يا شباب؟ الفريسة بتاعته. تمام؟ put right or wrong. تعالى كده بقى نسأل، السميل is the one of super sense of dolphin. ها، السميل يا شباب هي السوبر سنس اوف دولفين، رايت اور رونج؟ رونج. تمام يا شباب، ده هي الايه بقى يا شباب؟ الاجابه الصح hearing. تمام. نمبر 2 الايكو هيلب الدولفين لوكيت ذير بريز. ها، تمام يا مستر، برافو، رايت، اكسلنت. تمام. طيب using our five sense organ. تعالوا كده نتكلم على الفايف senses، 5 حواس يا شباب. look the following picture then write beside each picture the things that help each person collect information from surrounding environment. يعني بص على الصور اللي اجيبها لك وقول لي انهي حاسه بنستخدمها يا شباب. اوكي، يلا بينا. طيب احنا عندنا word bank hearing sight taste smell touch. hearing السمع، sight اللي هي البصر، التيست التذوق، سميل الشم، التاتش اللمس. واتشنج تي في، تخيلوا يا شباب دلوقتي انتوا هتتفرجوا على تلفزيون. انهي يا مستر هنستخدم انهي سنس؟ ها، هيرنج ولا سايت ولا تيست وسميل ولا تاتش؟ تمام، هيرنج بنسمع، وسايت بنشوف يا شباب، برافو. يبقى انا عندي واتشنج تي في، يبقى هيرنج وسايت. تمام. طيب ايتنج البيتزا، دي ايه؟ جعانه جدا عماله تاكل البيتزا. بصوا، ها،
اولا لو انتوا لاحظتوا البنت يا شباب عامله ايه؟ تاتش، ماسكه الايه؟ البيتزا. تاني حاجه سميل، شم ريحه البيتزا. تالت حاجه البنت عملت ايه؟ تيست، دقتها يا شباب. يبقى ايتنج البيتزا لما مسكتها بايديها، خلي بالكم في يا مستر ايه؟ 3 سنسز، 3 حواس استخدمناهم: تاتش وسميل وتيست، او تيست وسميل وتاتش. تمام؟ طيب listening to music. listening to music لما نسمع مزيكا زي البنوتة الجميلة دي. hearing excellent، برافو يا شباب، تمام. اوكي، يبقى يا مستر خلي بالكم عشان انتوا في اوقات تتلخبطوا وتقولوا في حاجات كده، يقول لك لا انا بستخدم حاسة واحدة. في حاجات بنستخدم فيها حاسة واحدة زي listening music ادي hearing، لكن في حاجات يا مستر زي eating بيتزا، مش شرط البيتزا، any food بنستخدم التيست والسميل والتاتش، والواتشنج تي في بنستخدم hearing and sight. طب بص بقى، holding a piece of ice، لما امسك التلج بقى يا شباب، دي بقى الحاجة الوحيدة اهو، تاتش باللمس. يبقى انا عندي watching TV hearing and sight، eating pizza taste smell touch. طب listening to music hearing، holding a piece of ice التاتش يا شباب. تمام؟ طيب دلوقتي يا شباب انت عرفت ان في ايه؟ 5 sense اللي هو التيست smell وتاتش، صح؟ وهيرنج. تمام؟ دلوقتي بقى يا شباب عايزين نعرف ازاي السنسز دي work، بتشتغل ازاي بقى يا شباب. بص يا شباب، في animals زي مستر بركوشنز، ولو سمحتوا خليكم معايا قوي. ايه اللي بيحصل؟ ان كل الانيمالز have sense like that those to mean of human، يعني كل الانيمال عندها sense زينا. each animal، وممكن animal يا شباب can use more than one sense، ممكن يستخدم كذا sense، مش شرط يستخدم sense واحد او حاجة واحدة او حاسة واحدة. تمام؟ ليه بقى؟ to adapt to it is habitat as يا مستر the following example. تمام؟ تعالوا كده نشوف الاكزامبل يا شباب وركزوا بقى معايا. هناخد الانيمال وبربوز والسنس والاكزامبلز. يعني مثلا الفوكس، الفوكس يا شباب بيعمل ايه؟ بيستخدم الهيرنج والسايت. ليه يا شباب؟ avoid danger، avoiding danger يعني يتجنب الخطر، لو في اي مشكله او خطر جاي ناحيته، فبيستخدم الهيرنج اند sight senses. بص بقى، الفوكس uses its eyes and ear to run away from its enemies when seeing or hearing them. يعني اول ما يشوف او يسمع الاعداء بتاعهم يا شباب، بتاعت الفوكسز، يعمل ايه؟ running، يجري يا شباب. طب هو بيستخدم ايه؟ السنس hearing وسايت، hearing وسايت. تمام؟ طيب كاميليون، الكاميليون يا شباب بتعمل ايه؟ searching the food اللي احنا خدناه في الكونسبت 1. تمام؟ طيب السنسز بتاعتها ايه يا شباب؟ سايت وتيست، سايت وتيست. طيب الكاميليون use its sight eyes and tongue to see and taste its food. يعني الكاميليون يا شباب تبدأ تستخدم الايز بتاعتها، عينيها، والتونج ولسانها to see عشان تشوف وتتذوق الطعام بتاعها يا شباب. تمام؟ يلا بينا. الدوج، الدوج يا شباب زي ما قلنا في سلايد قبل كده عنده smell وسايت، وده بيعمل بيهم ايه يا شباب؟ recognizing الفريندز. لو انت مربي دوج يا شباب تلاقيه يشم الريحه بتاعتك يجري عليك لو انت ايه فين. ليه بقى؟ انه عنده شارب يا شباب، شارب سنس في ايه؟ في سميل وسايت، او by smelling human scent. تمام؟ طيب المونكي، المونكي يا شباب عنده تاتش وسميل وسايت وتيست وهيرنج. ايه ده؟ ده كل الفايف سنس اورجان يا شباب، ادي 1 و2 و3 و4 و5. طيب بيعمل بيهم ايه يا شباب؟ identifying things، بيمسك الحاجات ويمسكها ويشوفها يا شباب. تأكد. فالمونكي uses its 5 sense to distinguish او differentiate او يفرق. لو الكلمة تقيلة شوف لها كلمة بديلة between things
بص بقى sings دي يعمل بيها ايه يا شباب؟ eats ياكلها or risks it faces او المخاطر يا شباب اللي بيقابلها، فبيبدأ يستخدم ايه؟ الفايف senses touch smell sight taste وhearing. اوكي تمام؟ ايه رأيكم يا شباب؟ احنا كده خلصنا يا شباب lesson 1. لو انت عندك اي question او اي كومنت اكتب لي على التليجرام او الفيسبوك او اليوتيوب وكمان التيك توك. اوكي يا شباب؟